بيبتدي المسلسل مع بنت مسكينة وهي بتتجلد. هو بيسألوها فين أميرة ولاية جيانج الأميرة ليه. هما بيكونوش عارفين إنها هي الأميرة. وفي الوقت ده بتفتكر لما أبوها اضطر إنه يبعتها لأراضي العدو عشان تتجوز من ولي عهد مملكة تشو ويعملوا هدنة بين الولايتين وينهوا الحرب اللي ما بينهم. هو كان خايف عليها جدا. هو بيوصيها إنها ما تثقش في أي حد من مملكة تشو، ولكنها هي بتقول له ما تخافش عليا. دول بيقولوا إن مملكة تشو مزدهرة وغنية جدا. هو كمان الراجل اللي أنا هتجوزه بيقولوا إنه قوي وهيبقى حاكم البلاد في المستقبل. هو في الوقت ده بتقول كان معاك حق، ما كانش لازم أثق في أي حد من مملكة تشو، يا ريتني سمعت كلامك. بيجي في الوقت ده باي تشان رئيس الخصيان. هو بيوجه كلامه للجلاد. هو بيقوله دائرة النظام هي اللي مسؤولة عن النوع ده من القضايا. هو بيأمره إنه يسيبها. هو الجلاد بيقوله سيدي اعذرني، بس ولي العهد بنفسه وصاني. هو قال لي إن بوجود حرب بين الولايتين ممكن الجواسيس يتسللوا ما بيننا، وانا شايف انك لو خدتها مش هيكون مناسب. ولكن باي بيقوله من امتى وزارة العدل ليها الحق انها تتناقش في اللي بتقوله دائرة النظام. هو بيأمره انه يسيبها. هو الحارس بيضطر انه يسيبها. هو بياخدها للبيت. هو بياخدها في حضنه. هو بيفتكر زمان لما انقذت حياته. هو بيشوف اثار الضرب على جسمها. انقذتيني زمان من 3 سنين والنهارده احنا اتقابلنا تاني، ولكن جسمك كله جروح. المرة دي دوري انا عشان احميكي، ومن هنا ورايح مش هخلي اي حد يقرب لك. هو بيسهر جنبها طول الليل وبيهتم بيها وبجروحها. هو في الوقت ده بيجي الامير الثالث ابن الامبراطور. هو بيقول لابويا باعت رسالة. هو بيقول فيها انه خلاص انتصر على ولاية جيهانج وانه راجع للعاصمة خلال يومين. هو بيسأله اذا كان ينفع يعرفوا موضوع اميرة جيانج المفقودة. وهنا باي بيخاف عليها لحسن حد يعرف انه مخبيها هنا، وعشان كده بيقوله مش مهم، دي مجرد اميرة مفقودة ومحدش هياخد باله منها. مفيش داعي تشغل جلالته بحاجات بسيطة زي دي. هو بنشوف ان الامير متضايق جدا. هو بيقول من امتى واحنا بنستخدم الاساليب الرخيصة دي نضحك عليهم بعقد جواز مزيف عشان نوقعهم وننتصر. هو بقى بيقوله وطي صوتك، الحيطان ليها ودان. ولكن خلاص ليه بتكون سمعت كل حاجة. هو بتعرف ان ابوها اتهزم هو انهم اتضحك عليهم. هو بتقسم انها تنتقم لولايتها ولابوها وتخلي الامبراطور ده يندم على اللي عمله. هو بيكون اهم حاجة عندها دلوقتي محدش يعرف هويتها الحقيقية عشان ما تتكشفش. وتاني يوم الحارس بيجيب لباي الموظفين المشيين. هو بيبص لهم باي كده وبيقول لهم ما عنديش وقت اضيعه معاكم، هتعترفوا انكم قبلتوا الرشوة ولا لا؟ فبيرد عليه وبيقولوا له سيدي احنا في الاخر من وزارة العدل، سواء مذنبين او لا وزارة العدل هي اللي تقول. انت مالكش حق انك تحاسبنا. هو انت فاكر عشان جلته مش موجود تتصرف على مزاجك؟ تمام، انا متعود انفذ الحاجات دي بطريقتي الخاصة، بس طالما انتوا عايزين كده يبقى قدامكم حل من الاتنين. هو بيكب قدامهم مية النار. ممكن تروحوا دلوقتي وتقدموا شكوى لولي العهد، بس ده طبعا لو قدرتوا تطلعوا من هنا على رجليكم، او بكل بساطة تحترفوا انكم قبلتوا رشوة. وهم طبعا هنا بيترعبوا وبيعرفوا انه مش بيهزر. هو على طول بيحترفوا بجريمتهم. هو بعدها بقى بنروح ليلي اللي بتكون فاقت اخيرا. هو بتفكر في باي واللي حصل امبارح. هو بتقول طالما قدر انه يخرجني من السجن امبارح يبقى اكيد منصبه كبير. انا حاسه كده انه مناسب للخطه. في الوقت ده بيخش عليها باي. هو بيقول لها صحيتي جعانه اخليهم يحضروا لك اكل، لكنها بتقول له لا. فبيعرفها بنفسه انا باي تشان مجرد حارس هنا في القصر. هو بيعرفها ان سكان ولايه جيانج تم اسرهم كلهم وتعيينهم خدم هنا في الولايه. هو بيقول لها انهم عينوك ليا كخادمه بس انا مش محتاجك، اول ما تخفي انا هبعتك لولايتك. فبتقول له بس انا ما عنديش بيت ولا عندي مكان اروح له، انا اصلا عايشه في الشارع مجرد متسوله، بس هم قبضوا عليا بالغلط امبارح. فبيستغرب ازاي مش انتي من ولايه جيانج؟ لو عايزه انا اقدر ارجعك للبيت تاني. فبتركع هنا وبتقول له ارجوك انت انقذتني امبارح وانا مش عارفه اشكرك ازاي. انا عايزه اقدم لك نفسي للجواز، ارجوك خليني هنا. فبيستغرب وبيقول مالها دي. بتقعد تشد من هدومه وبتقول له انا مش عايزه اعيش متسوله تاني، خليني هنا وانا اوعدك مش هتندم وانا هعمل لك كل اللي انت تطلبه مني. ولما بيجي يقومها بتاخد رجل البنطلون معاها. وهو بيستغرب تصرفها ده جدا. هو بعدها بقى بنشوفها وهي قاعده تفكر بصوت عالي شويه، مفيش قدامي غير الحل ده، بجوازي منه ومحدش هيعرف هويتي الحقيقيه، وكمان هلاقي مكان اقعد فيه، وغير انه باين عليه انه راجل محترم وابن ناس. هو بتيجي قايمه بيقع منها القلاده دي. هو بتفتكر لما ابوها عطاها لها وقال لها انه من 10 سنين بعتنا مجموعه للتجسس في ولايه شو واستقروا هناك واسسوا جناح
اسمه فو، وكانوا بيبعتوا رسائل لمملكة جيانج على طول. ولكن فجأة ومن 5 سنين بالظبط أخبارهم اتقطعت فجأة، ومعرفناش ايه اللي حصل لهم بعدها. لو وصلت لولاية شو وقدرت ان انتي توصلي لجناح فو، أول ما توري لهم القلادة دي على طول هيعرفوكي وهيقدروا انهم يساعدوكي. هو بتقرر انها تروح وتدور على الست دي. هو بتقول للخادمة انا لسه تعبانة، هو عايز اطلع اتمشى شوية. لكن الخادمة بترفض وبتقول لها ان دي اوامر القائد باي، ان انتي لو تعبانة ومحتاجة اي حاجة انا هجيب لك كل حاجة لحد عندك. وفعلا بتطلع وبتجيب لها كل الاعشاب اللي بيستخدموها كأدوية. بتتصدم ليه وبتقول لها كل ده عشاني انا؟ فبتقول لها اه يا بنت المحظوظة، انا بقيلي هنا سنة، وعمر ما السيد باي عطاني وش، هو على طول بيعاملني بطريقة ناشفة. اما انتي بقى مختلفة، شوفي مهتم بيكي ازاي. بنروح للقائد اللي بيجيب له الحارس مشروب بيكون لازم يشربه، وده عشان محدش يعرف انه مش مخصي. بنعرف ان ابو الحارس ده قدر زمان انه يبدله مع طفل تاني عشان ما يتخصيش، يحافظ على نسل سلالة عائلة باي. بنعرف انه باي عايش حياته كلها متنكر كمخصي. بيقوله الحارس ابويا وصاني عليك قبل ما يموت احميك باي تمن، وعشان كده لازم تاخد الدواء ده في الوقت المحدد عشان نقدر نحافظ على السر. خلاص فاهم. بيشربه. بيعرفه انه هيتألم بعدها وهيحس بأعراض جانبية شديدة. بالليل بقى فعلا بيتألم جامد، وليه بتشوفه بيكون بيرتعش. ايه مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ فبيقول لها بردان. ازاي ده احنا في نص الصيف؟ طيب استنى هجيب لك حاجه تتغطى بها. لكنه بياخدها في حضنه وبيقول لها ما تروحيش في حته، خليكي هنا، لولا الخطه بس ما كنتش هعبرك، بس انت باين عليك شخص كويس. بتنام في حضنه، ولما بيفوق بيشيلها وبيوديها السرير. بنروح لولي العهد اللي بيقول الخادم اعذرني سموك، مش عارف اقولك ازاي، بس الموظفين اللي انت عينتهم القائد باي رفضهم كلهم واتهمهم بالرشوه. بقى كده كل يوم بيتمادى معايا اكتر، اصبر عليا. وسموك في حاجة كمان، الخزنة فاضية ونص الفضة لسه ما اتلمتش. لو جلالة الملك رجع ولقي الوضع كده مش هيكون مبسوط. وفي الوقت ده بيحرك ايده فجأة، والخادمة بالغلط بتكب عليه المشروب. بالرغم من انها بتحتذر منه بيطردها بره وبيتعصب جدا. بيوجه كلامه للخادم وبيقول له خلاص فهمت، بكرة انا هروح للقائد باي بنفسي، يلا غور من وشي. تاني يوم بيقوم باي من السرير بيوجه كلامه ليه، عارف انك صاحي قومي، انسي كل اللي حصل امبارح، فاهمة كأنه ما حصلش حاجة. فبتتضايق منه وبتقول له انا اهتميت بيك وقعدت جنبك عشان كنت تعبان وكنت عمال تقولي بردان بردان، بتتكلم معايا كده ليه دلوقتي؟ ده بدل ما تشكرني مش وقتك خالص. بيقوم. فبتقول له ينفع تسيبني اخرج بره النهارده؟ بيقول لها براحتك وبيمشي. ماله ده؟ بعدها بيجيله الحارس وبيقول له سيدي زي ما امرت الحراس بيراقبوا السيدة ليه. بيقول له عايزكم تفتحوا عينيكم كويس، بتروح فين وبتقابل مين، تعرفوني اول باول، واهم حاجة تحموها لو تعرضت لاي خطر. بعدها بتخش الخادمة للسيدة تشينج وبتقول لها في واحدة بره عايزة تقابلك. بتقول انك تعرفيها. اول ما بتوريها القلادة بتقول لها دخليها بسرعة. بتفتكر زمان لما بعتوها، ما تنسيش ابدا احنا باعتينك هنا ليه، وخليكي فاكرة دايما ان حياتك اهم، ولو حسيتي في اي وقت باي خطر ارجعي لوطنك لانه على طول مستنيكي. ولما بتدخل ليه بقى بتقول لها انت عارفة ان الطريق اللي انت فيه ده خطر صح؟ بتقول لها اه عارفة ومش فارق معايا. طيب وليه جيانج دلوقتي بقت تابعة لتشو، أهم حاجة دلوقتي اوعى حد يعرف هويتك الحقيقية، أنا هنا في جناح فو على طول، تقدري تجيلي في أي وقت. وكمان بتقول لها إنك لازم تشوفي هوية مزيفة في أسرع وقت عشان تعرفي تتصرفي براحتك. تعرفي حد هنا؟ وعلى طول بيجي في بالها بطلنا. وبتقول لها في الحقيقة في شخص مناسب. بنروح بقى للقائد باي اللي بيكون قاعد في المية وبيوجه كلامه لأمه وأبوه اللي ماتوا، وبيقول لهم ناموا وارتاحوا، أنا خلاص لقيت الأدلة اللي هتثبت براءة عيلتنا، عيلة باي اللي اسمها اتلطخ في الماضي ظلم. هعيش بس عشان أخلي الملك يندم ويبرأ عيلتنا غصب عنه، وهنعرف حكاية عيلته قدام شوية. وفي الوقت ده بتيجي ليه وبتكون لابسة فستان جديد وبتقول ده أكيد هيجيب معاه نتيجة. ولما بتخش بتلاقيه غطسان في المية فبتخاف عليه، لكنه بيطلع فجأة في الوقت ده. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا خفت عليك فكرتك غرق. خلاص انسى. وبتيجي تطلع. استني، مش على اساس هتسلميني نفسك؟ الظاهر كده كنت بتقولي كلام وخلاص في الاول عشان اسيبك تقعدي مش اكتر. فبتقوله لا انا قدامك اهو، اعملي اللي انت عاوزه. فبيبصلها كده وبيضحك على غبائها. انت عارفه انا عايز ايه؟ انا عايزك تمشي من هنا، العاصمه هنا مكان خطير عليكي، امشي وانا هضمن سلامتك. لكنها بترفض وبتقوله لا انا مش همشي من هنا. فبيسكت مش عارف يعمل معاها ايه. تاني يوم بقى بيسأل الحارس وبيقول العملية ماشية معاكم ازاي؟ فبيقول له كل حاجة تحت
تحت السيطرة. هو بعت الوثائق من يومين زي ما قلت، بس حاسس كده مش هيعدوا الموضوع ده بالساهل. فبيرد عليه وبيقول له هو ده بالظبط اللي انا عايزه. وبيعرفوا الحارس ان ليه راحت لجناح فو. فبيستغرب باي وبيقول على حد علمي اللي قاعد في جناح فو ده السيدة شينج اللي من ولاية جيانج، لكنها بتشتغل لصالح ولي العهد. طيب خلي عينك عليها وبلغني كل حاجة. وبعدها بيطلع المنديل بتاع لي اللي بيكون محتفظ بيه من ساعة ما أنقذته. عارف مش عايزة تمشي من هنا ليه؟ عشان تنتقم، بس الطريق ده مش سهل. أنا هنا قبلك وغرقت فيه، يا ريت نهايتك ما تبقاش زي في الآخر. هو بيطب عليه في الوقت ده ولي العهد، وعلى طول بيخبي المنديل. خير سموك، ايه اللي جابك لمقر النهارده؟ ما تعملش نفسك عبيط على أساس مش عارف. رفضت كل الموظفين اللي أنا عينتهم. تقصد ايه بالكلام ده؟ ولا حاجة سموك، بس حسيتهم مش كفء للشغل. لو سموك مش راضي عن قراراتي تقدر تقدم شكوى لسموك. بتستهزأ بيا؟ فاكرني مش هقدر مثلا؟ لا العفو، ازاي؟ اتفضل وما تترددش ابدا. بايتشان استنى عليا. هو بيمشي وهو شايط على الاخر. بعدها بنشوفه وهو قاعد مع شينج. هو بيقول لها مهاراتك بدأت تتحسن كل يوم عن اللي قبله، شطورة. ولكنها بتزيحه وبتقولي لو سموك فعلا بتهتم بيا كنت اعطتني الترياق. تاني انت ما بتزهقيش؟ مش انا قلتلك تقعدي في الجناح زي الشطورة وتشتغل لصالحي؟ هديك الترياق كل يوم. وهنا بنعرف انه بيستخدم شينج مجرد أداة للقتل مش اكتر. هو بنعرف انه مسيطر عليها بالمرض ومش راضي يديها الترياق اللي يشفيها بالكامل عشان تفضل تحت سيطرته على طول. وبيكون عمل كده قبل 5 سنين لما اكتشف انها جاسوسة، بس شاف انها ممكن تكون مفيدة ليه، وعشان كده سممها بالمرض عشان يسيطر عليها بالكامل ويخليها تحت ايده. هو بيديها كل يوم حباية علشان المرض ما يتمكنش من جسمها وتفضل عايشة ويستخدمها زي ما هو عايز. هو بيطلب منها انها تروح النهاردة وتخلص على القائد بايتشان. هو بيقول لها اكيد عيلته وحشوه وانا ما يرضنيش، فهبعته ليهم بنفسي زي ما بعتهم قبله. وبعدها بنروح للي وبنشوفها وهي بتخيط هدية لباي. هو ما بتكونش عارفة وبتشكشك نفسها بالإبرة كتير. والخادمة بتقول لها أنا شايفة إن القائد بيعاملك بطريقة مختلفة عن الخادمات التانيين، اوعى يكون اللي في بالي صحيح. فبترد عليها وبتقول لها لا طبعا ما فيش حاجة من اللي في بالك، هو بس أنقذ حياتي مرة وأنا عايزة أشكره. هو مشاعري ناحيته امتنان مش أكتر. وفي الوقت ده بيكون معدي باي وبيسمع كل حاجة. هو لما بتجيله بالليل بيقول لها مش قلتلك هنام؟ أنا شفت النور منور وعرفت إنك لسه صاحي. هو أنت مالك، أنا صاحي ولا نايم؟ الظاهر كده إنك مش في المود النهاردة. طب خد كده شوف أنا عملتلك إيه. هو بيقول لها طالما مش فارق معاكي إيه لازمته ده؟ إزاي مش فارق معايا؟ ده أنا عشان أعملها بص الشكشكت يجي 100 مرة بالإبرة. فبيمسك إيدها وبيبصلها. طب بتعملي كده ليه؟ أنت أنقذت حياتي وأنا مش عارفة أردلك المعروف ده إزاي، ففكرت كده أعملك حاجة على قدي. أنا مش مستني منك مقابل، وأنت عارفة أنا عايز إيه قبل ما تقول عارفة. عايز نمشي من هنا، وعشان كده قلت لازم أعملك الدفاية دي عشان لو بريتي تاني وأنا مش هنا تدفيك. فبيقولها شكرا هحتفظ بيها. وهي بتفرح جدا وبتقوله بجد عجبتك؟ فبيبصلها باي كده وبيقول لها أنا هحميكي، مش هخلي أي حد يلمسك أو يأذيكي. هو تاني يوم بقى بنشوف شينج وهي بتعالج جرحها. أنا آسفة سموك، بس ما كنتش أعرف إن القائد قوي كده. هو اتهزمت قدامه. هو بنعرف إنها راحت له امبارح فعلا، هو لكن شافت معاه الأميرة لي. وهنا اتصدمت لأنها ما كانتش تعرف إن الشخص اللي هي قالت عليه هو القائد، وعشان كده بتجرح نفسها وبتنسحب. وهنا ولي العهد بيتضايق جدا. هو بيقول كده ما قداميش إلا حل واحد، إنه ما يقفش قدامي في المستقبل. وبعدها بقى بنروح للي اللي بتقول لشينج أنا خلاص كده جاهزة. فبتضحك عليها. هو بتقول لها انتي أكيد بتهزري ليه؟ مش أهم حاجة في المقاتل مهاراته القتالية؟ أكيد، بس ده بالنسبة للرجالة. إحنا الستات في حاجة أهم ولازم نستغلها وهي جمال. ما ينفعش تكوني مسترجلة كده. ولو عايزة تكوني قاتلة محترفة بجد ما تخليش اللي قدامك يخاف منك، خليه يحبك وكده تضمني ان هو هيعملك كل اللي انت عايزاه. وهنا بتتضايق الأميرة جدا وبتقول لها انا ما ينفعش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده، انا أميرة وانت كده بتعلميني حركات المحظيات الرخيصة. فبتتضايق شينج من كلامها وبتقول لها لو شايفة اني بعلمك حركات رخيصة ما تجيش هنا تاني. هو ما تنسيش ان جناح فو قايم على الحركات اللي انت بتقولي عليها رخيصة. يلا تقدري دلوقتي ترجعي بلدك وتشوفيها وهي متدمرة والناس دايرة في الشوارع مشردة ومش لاقية تاكل. وبتقعد شينج تديها دروس في الأنوثة
وازاي تكون أنثى متدلعة. هو بتقول لها بصي واتعلمي. وبعد ما بيخلص بتقول لها ايه ده طلع أصعب من القتال بالسيف. بتقول لها شينج انت لسه لازمك تدريب كتير. هو كمان ما تنسيش اللي دمر جيانج مش الملك لوحده، كان معاه وزراء، هو وزراء آسيا وما عندهاش قلب، ولكن قدام ابتسامة من أنثى جميلة زيك ملهمش لازمة وبيقعوا في ساعتها. وهنا ليه على طول بتشغل دماغها، هو بتقرر إنها تطبق كل اللي اتعلمته النهاردة على باي. هو أول ما بتروح له بقى ايه رأيك أساعدك تغير هدومك؟ فبيقول لها لا مالوش لزوم هغيرها وحدي. ايه ده انت كده مش عايزني أخدمك صح؟ لا يا ستي شكرا، بس أنا متعود أعمل الحاجات دي وحدي، لو عايزة تعملي حاجة ممكن تنضفي البيت. خلاص هصبلك الشاي. هو بتتلسع اي الشاي ده سخن عشان ما بتمسكش من هنا. طيب ايه رأيك اعمل لك اكل؟ انت جعان؟ هعمل لك حاجة تاكلها. ويا ريتها ما عملت لان صباعها بيتحرق وفي كله بتعمله فرخة محروقة. اسفة ما قدرتش ابدا النهاردة، بس اوعدك المرة الجاية هعمل لك وليمة طويلة عريضة. انت بس دوق دي وما تخافش، ما تحكمش عليها من شكلها، دي طعمها حلو قوي. فهو بيبص لها كده وبيقول لها هو ده ينفع يتاكل اصلا؟ وعلشان تطمنه بتدوقه ولكنها بتتصدم من الطعم، بس بتقوله ما تخافش هي بس محتاجة رشة ملح، انا هروح المطبخ وهرجع لك بسرعة. خلاص انسي انا اصلا نفسي اتسدت، انتي مش نافعة، انا هجيب بكرة 2 بدالك. فبتتصدم هنا يا عيني وبتقوله طب استنى بس انا والله بعرف اطبخ على فكرة، بس اديني فرصة. فبيضحك عليها وبيقول لها ما تخافيش، ده مش معناه اني همشيكي من هنا، انا هجيبهم علشان يساعدوكي. فبتفرح وبتتحمس حبتين. هو بتقوله ايه رايك ادلك لك ظهرك؟ طب ايه رايك اغني لك؟ انا بعرف اغني على فكرة صوتي حلو. هو بعد ما بيطلعها بره بتقول ايه ده الموضوع طلع صعب قوي، امتى ابقى محترفة زي شينج وامتى اقدر انتقم؟ وهو بيكون واقف وسمح كل حاجة. هو بيقول يا ترى دي ناوية على ايه وبتتعلم ايه بالظبط في جناح فو. هو تاني يوم بيصحى يلاقيها بتعمل حركات غريبة. هو بيقول لها يا ترى ايه ده كمان. هو بتقول له صباح الخير الاول، ايه رأيك نفطر سوا؟ فبيغطيها وبيقول لها باين عليكي بردانة، اضغطي كويس لحسن تاخدي دور برد. هو بعد ما بيمشي بتقول ده طلع جنتل قوي وتقيل كمان بس باين عليه محترم. هو بتروح بعدها تقعد لشينج وبتشتكي لها منه، وبتقول لها ان كل ما تقرب له يبعد عنها ومش عارفه ايه السبب. وهنا شينج بتقول لها خلاص انا عندي الحل. هو بتنصحها انها تجرب خلطه معينه كده من البخور ودي اكيد هتجيب معاها نتيجه. هو فعلا بتعمل زي ما قالت لها ولكن مفيش حاجه بتجيب معاها نتيجه. هو بتتضايق وبتقعد تشتكي له وبتقول له هو انا ليه فاشله كده في كل حاجه. هو بيقول لها خلاص ما تزعليش، لو عايزه تتعلمي فن البخور انا هعلمك. وهو بيبدأ فعلا انه يعلمها كل حاجة بالتفصيل. هو بنعرف انه شاطر جدا في موضوع البخور ده وانه عارف كل خباياه واسراره. هو بيقضي معاها اليوم كله وهو بيعلمها والليل بيليل عليهم. هو بتولع البخور بالليل وبيقول لها لو خلصتي تقدري تمشي دلوقتي. ولكنها بيكون باين عليها انها مسطولة على الاخر وبتقع في حجره. وهو بيسألها حطت ايه، فبتقوله انها حطت علبة المهدئ بتاعته كلها على الخلطة. فبيطفيه بسرعة. هو بيقول لها ان النوعين دول لو اشتغلوا مع بعض بيغيبوا العقل زي ما حصل فيكي كده. هو مش بيرضى يخليها تروح بحالتها دي. هو بتبيت عنده الليلة دي. وتاني يوم بقى بتروح تتدرب كالعادة مع شينج. هو لكنها بتتعب وبتقول لها ده تقيل قوي وبيقع منها في الارض. هو فجأة شينج بتسمع صوته وبتقول لها كفاية كده وهنكمل بكرة. هو بنعرف انها رايحة تستقبل ولي العهد. هو بتقول له خير يا صاحب السمو، فبيديها قائمة بالاسماء اللي عايزة تخلص له عليهم. هو بنعرف انه عايز يخلص على كل الموظفين اللي عينهم باي تشان، وده عشان بيشتغلوا صالح باي تشان وهو لقاهم مش ليه. هو بعدها بنروح للي. هو بيكون جاب لها باي صندوق مليان اكل ولما بتيجي تشيله بتتوجع. فبيسألها مالك؟ لا ولا حاجة انا بس شلت حاجة تقيلة شوية. فبيقرب منها وبيمسك كتفها بالراحة. هو بيرجعه مكانه مرة واحدة. كتفك كان مخلوع، قلتلك سيب الشغل التقيل ده للخدم، امال انا جايبهم ليه؟ وبعدها بتدوق الاكل اللي جابه وبيعجبها. هو بالليل شينج بتنفذ المهمة زي ما طلب منها ولي العهد. هو لما بيكشفوا عليهم بيكتشفوا ان كلهم ماتوا بنفس الطريقة. وعلى طول بيروحوا بيبلغوا القائد. هو بيقول باي ان الظاهر كده في ناس مش قادرة تستنى وعايزين المناصب تفضى بأسرع وقت عشان يعينوا اللي على مزاجهم. هو يغطوا على عجزهم. هو اكيد هم نفس الناس اللي مرتبطين بقضايا الفساد. هو بيطلب من الحارس انه يحقق في الموضوع بأسرع وقت. هو بنروح تاني ليه اللي بتكون خرجت تتدرب مع شينج وبتاخد بالها انها اتطورت كتير عن الايام اللي فاتت. هو بتقول لها برافو عليكي. فبتقول لها ليه يعني خلاص كده هقدر اختل الامبراطور؟ لا مش للدرجه دي، استني شويه، انت ممكن تبداي بحاجه خفيفه كده زي الوزراء مثلا. هو فعلا بتديها ورقه بمواصفات الوزير اللي هتبدا بيه. واول ما بتوصل بتقدر انها تضحك عليه ولكن في الاخر بيكتشف حقيقتها. وفي الوقت ده بنشوف باي وهو واقف بيراقبها. هو بيرمي سهم على الوزير بيقدر انه يفقده توازنه وبيكون هيقع. وهي في الوقت ده بتخلص عليه خالص. وبعدها بتجري والمنديل بيقع منها. هو باي بيميل عليه وبياخده. هو اول ما بيروح
البيت بيسألها كنت فين، وبيبان عليها إنها متوترة جدا. هو بتقوله ولا حاجة، أنا بس كنت زهقانة شوية وطلعت اتمشيت. طيب من هنا ورايح مش هتخرجي برا تاني من غير إذني، ماشي؟ فبتتضايق جدا وبتقوله مش على أساس خلاص غيرت رأيك وبقيت تسيبني أطلع لوحدي غيرته تاني. هو بنعرف إنه عمل كده عشان بيكون خايف عليها لحسن تقع في أي مصيبة تاني، وعايز يخبيها لحد ما الدنيا تهدى شوية. لكن الكلام ده ما بيكونش عاجبها وبتقوله انت فاكر انك هتحبسني هنا؟ لا انا امشي احسن لي. فبيمسكها من يدها وبيقول لها انت فاكره انا بخيرك؟ انا بأمرك وانت هتفضلي هنا غصب عنك. لا انت باين عليك اتجننت على الاخر. وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بقى بتقعد على الفطار وبتجرب الاكل اللي الخدم الجديد عملوه وبيعجبها جدا، وبيوصيهم بقى يعملوا لها الاكل اللي هي بتحبه. وبعد ما بيمشوا بتقول له خير يعني بتعاملني حلو كده النهارده؟ فبيقول لها مراتي المستقبليه اكيد لازم اعاملك حلو. كلام فاضي، مين قالك ان انا موافقه؟ تعالي هنا، مش مهم توافقي، انا خلاص قررت. فبتخاف وبتقوله لا انت مش هتجبرني صح؟ اكيد لا. خلاص ما تخافيش، اكيد لا، بس كده كده مسيرك مع الوقت توافقي. بالمناسبه الملك جاي النهارده، هو مش هكون موجود في البيت طول الوقت. وهي هنا بقى بتسرح كده وبتقعد تفكر ازاي هتتخلص من الملك. وعند الملك بقى بيقول له باي مولاي، قضايا الفساد اللي سبتها لي قبل ما تمشي اكتشفت ان متورط فيها اشخاص كتيره من القاده والمسؤولين في الدوله، وحتى في وزراء كمان متورطين. واكتشفت ان في اكتر من 53 مليون عمله فضيه مسروقه من الخزنه. فبيتعصب الملك جدا وبيطلب منه انه يحقق في الموضوع باسرع وقت ويقبض على كل الخونه دول. هو هنا بيتكلم ولي العهد، هو بيقول له انا شايف ان القائد باي مشغول شويه اليومين دول، ايه رايك امسك انا الموضوع ده واوعدك خلال يومين هخلي كل الخونه تحت رجليك؟ لكن باي بيرد عليه وبيقول له شكرا لاهتمام صاحب السمو، بس دي اصلا شغلانتي وخدمه مولاي الملك شرف ليا. فبيتكلم هنا الملك وبيقول المساله دي هتبقى للقائد باي والامير الثالث، اما انت هتروح لوزاره الحرب عشان تتعلم وتكتسب خبره، انت هتبقى وريثي ولازم تتعلم اسس الشؤون العسكريه. وبعدها بيروح باي لمقر وزير من الوزراء وبيلاقيه شانق نفسه وجنبيه كميه كبيره من صناديق الفضه المسروقه، وبيكون سايب رساله وكاتب فيها كلام يدين الامير الثالث. ولما بيشوفها الملك على طول بيحقق مع الامير، ولكن الامير بينكر وبيقول انه ما عملش اي حاجه تجبر الوزير ده انه يسرق الفضه. فبيقول له باي مولاي ده فخ علشان يوقعوا بينك وبين الامير، سيب لي الموضوع ده وانا هحله. وبعدها بنشوف الامير وبيكون متعصب جدا، هو بيقول على اخر الزمن المسؤولين بيتهمونا احنا بالرشوه والفساد، وللاسف ده كله بسبب ولي العهد علشان بيبيع المناصب لناس ما تستاهلهاش، والقائد بيحاول يهديه. هو بعدها بيروح يقعد مع لي وبتكون جايباله مشروب وبتصر عليه ان هو يشربه، وبنعرف انها حطاله فيه منوم وعشان كده بينام على طول. وعلى طول بتطلع علشان بتكون ناويه تخلص على الملك الليله دي، ولكنها بترجع تاني علشان تجيب خريطه للقصر لانها مش بتعرف تكمل الطريق. ولكن بيكون خلاص الحراس كلهم عرفوا ان في قاتل بيتسلل القصر، واول ما بترجع بتلاقي حد حط ايده على بقها وسكتها. وفي الوقت ده بيكون وصل ولي العهد ومعاه حرس، والخادم بيقول له ان القائد باي نايم دلوقتي، فبيحوط المقر كله بالحراس. وبنروح بقى ليه اللي بتقول لباي انت صحيت ازاي؟ فبيقول لها كنت فاكره ان هفضل نايم لحد امتى؟ انت كنت فين؟ فبتقول له ولا حاجه، انا برضو كنت زهقانه شويه وطلعت اتمشى. ولكنه بيكون عارف انها خرجت علشان تنتقم من الملك. وتاني يوم بقى بيجي له ولي العهد وبيقول له ان في قاتل اتسلل امبارح للقصر، وان انا مشيت وراه لحد ما رجليا جابتني لهنا، وانا متاكد ان هو عندك، وبيكون عايز يفتش المقر بتاعه. وباي بيقول له اكيد تقدر تعمل اللي انت عايزه، ولكن انا بس عايز اسالك كام سؤال قبل ما تفتش. يا ترى القاتل اللي انت بتقول عليه ده شفت وشه؟ طيب قدرت ان انت تصيبه مثلا؟ فبيقول له لا. طيب فرضا ان انت فتشت المكان ولقيت هنا حد مشتبه فيه، هتثبتها ازاي مثلا؟ انت عارف ان المقر ده اللي عطاهولي جلالته، واكيد لو عرف انك داخل تفتشه بالطريقه دي صراحه مش عارف، بس اكيد لو سأل انا هشرح له بطريقتي. هو هنا بيقول له لا وعلى ايه؟ ملوش داعي ده كله، انا هاخد الحراس وهطلع افتش بره احسن. هو بنروح بقى اللي بتكون قاعده تقول مش عايزه اورط حد معايا، والحراس بره واكيد لو شافوني هيتهموا القائد، وبتيجي تخرج لكنه بيمنعها. هو بياخدها المكان معزول وبيحبسها فيه، وهي بتخاف وبتقول ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل فيا ايه؟ لا استنى، انت اكيد مش هتحبسني هنا صح؟ انت شايفه ايه؟ مش هتخرجي من هنا غير لما تعرفي غلطك وتحترفي بيه. هو بيسيبها وبيمشي وبيقابل ولي العهد في طريقه، فبيقول له انت حوطت المقر كله بالحراس يعني؟ اللي ما يعرفش يفكر انك فاكرني انا القاتل. فبيضحك لا مش للدرجه دي، بس انت عارف ان وظيفتي الدفاع عن العاصمه وحمايتها من اي خطر، اكيد لو شكيت في اي حاجه مش هتردد. سمو الامير اكيد ما تترددش ابدا. هو بيسيبه وبيمشي. مش عارف انت شايف نفسك على ايه؟ ايش حلم كنت حته مخصي في الاخر. اصبر بس لما امسك الحكم هخليك تبوس على رجلي عشان ارحمك. هو بالليل بيطلب باي من الحارس انه
مستمر في قضية الفساد. هو يراقب ولي العهد كويس، وبعدها بيسيبه وبيروح للي هو بيكون جايب لها أكل، لكنها أول ما بتشوفه بتقعد تترجاه إنه يطلعها من هنا. هو بيقول لها طيب عرفتي غلطك؟ فبتقوله لا أنا ما عملتش حاجة أصلا. تمام، يبقى لسه قدامك شوية كمان هنا، يلا كلي. طيب لو كلت هطلعني من هنا؟ لا. فبتزعل وبتتقمص. هو بيقعد جنبها. مش هتقولي لي برضو انت رحتي فين يوميها؟ انا قلت لك اصلا طلعت اتمشى شويه. طيب على العموم انا رايح مهمه لمده يومين، هو مش هكون موجود. هو انت قدامك فرصه انك تراجعي نفسك وتعرفي غلطك. هو بيسيبها وبيمشي. هو بعد ما اليومين دول بيعدوا وبيرجع، الخادمه بتيجي وبتقوله انها من ساعه ما انت مشيت وهي منع الاكل وما بتاكلش حاجه، وهو على طول بيروح لها. هو بيلاقيها سخنه وبيحس بالذنب انه عاملها بالقسوه دي. هو بيقرر انه خلاص يطلعها من المكان ده. هو بيقول للخادمه انها تروح وتجيب لها طبيب، ولو حد سألها تقول لهم القائد مريض. هو ما تدخلش اي حد هنا. هو بيكون عارف ان ولي العهد بره وبيراقبهم، وعشان كده بيجرح نفسه بالسيف. هو بره بقى قبل ما الطبيب يخش بيسألهم داخل لمين، فبيقولوا له ان القائد مريض. وبيستغرب بيقول غريبة، انا عمري ما سمعت ان القائد تعب. لا اذا كان كده انا لازم اخش واطمن عليه بنفسي. هو قبل ما يخش بيوقفوا باي بنفسه. هو بيقول له ان القاتل اللي انت بتدور عليه اتسلل امبارح لمقري، وقدروا انه يسيبني ويهرب كمان. ولكن ولي العهد مش بيصدقه، وعشان كده بيروحوا للملك. هو بيحكي له باي وبيقول له ان القاتل اتسلل المقر امبارح وصابني وهرب. هو لما ولي العهد بيجي يفتح بقه بيقول له الملك اخرس، وليك عين تتكلم؟ ازاي تبقى رئيس وزراء الحرب ويهرب منك وما تقدرش تمسكه؟ هو مش بس كده، هو كمان تديله فرصة انه يكمل ويسيب القائد. اسحب رجالتك من مقره وما تزعجوش اكتر من كده. هو ما بيقدرش الامير انه يتكلم او يفتح بقه. هو فعلا بينفذ الكلام وبيسحب كل الحراس اللي كان حاططهم. هو بعدها بيروح باي يقعد مع لي وبيهتم بيها وبيديها الدواء وبيسهر جنبها لحد ما بينام. وتاني يوم بتفوق وبتلاقيه جنبها وبتعرف انه اهتم بيها طول الليل، ولكنها بتكون زعلانه منه وبتقوله بعد ما عيتني دلوقتي خايف عليا وبتهتم بيا. واول ما بيصحى بتعمل نفسها نايمه تاني. هو بعدها بقى الخادمه بتجيب لها الاكل وبتقول لها ان القائد اهتم بيكي طول الليل، هو مرضيش ينام ويسيبك. بترد عليها ليه وبتقول لها عارفه، وهو برضو اللي حبسني في المكان ده لحد ما عييت. بتقول لها الخادمه بس الصراحه كده انا حاسه ان هو عمل كده لسبب، لان في اليوم ده ولي العهد جه وحاوط المقر كله بالحراس وكان بيقول ان هو بيلاحق يعني قاتل. فبتتصدم هنا ليه وبتقول معقول يكون عارف حقيقتي؟ في الوقت ده بيخش باي وعلى طول هي بتعمل نفسها نايمه. فبيقول لها قومي انا عارف انك صح. وبنروح في الوقت ده لولي العهد اللي بيقابل الطبيب وبيساله على فين كده يعني مش سربع. بيرد عليه وبيقوله ان النهارده ميعاد فحص المخصيين عشان نتاكد من طهاره جسمهم. هو بيساله ولي العهد يا ترى رئيس الخصيان بيخضع للفحص ده برضه؟ فبيقول الطبيب المفروض ولكن عشان رئيس الخصيان مكانته عاليه مش بيخضع للروتينات البسيطه دي. وهنا بقى ولي العهد بيقول زي ما احرجتني قدام ابويا انا كمان مش هسيب حقي وهردها لك. هو بيوجه كلامه للطبيب ويقول له يلا تعالى ورايا. هو بنروح بقى الباي اللي بيقول لي ليه استني ما تقوميش دلوقتي. هو بيقيس حرارتها، حرارتك نزلت بس لسه وشك احمر. فهي بتتوتر من قربه ومن كلامه ده. هو بتقول له اصل الجو حر قوي. هو بتخش الخادمه في الوقت ده وبتقول له ان ولي العهد ومعاه طبيب مستنيك بره، قولي لهم جاي. هو بيقول لي ليه ما تتحركيش من هنا لحد ما اجي؟ ماشي خليكي شطوره والا هتتحبسي تاني في المكان ده. وهي بتقول له حاضر. ولكن اول ما بيطلع وبيسيبها بتقول يا ترى دول جايين يعملوا ايه؟ لا انا لازم اروح واسمع بوداني. هو بنروح للطبيب اللي بيتكلم وهو خايف. هو بيقول له احنا جايين النهارده علشان نفحصك لان النهارده هو يوم فحص الخصيان. وهو على طول بيفهم ان ولي العهد هو اللي جايبه. هو بيقول له اكيد تعالى ورايا. هو بيخش علشان يفحصه. هو بعد ما بيفحصه بيروح لولي العهد وبيميل عليه وبيقول له ان كل حاجه تمام. فبيقول له هنا ولي العهد بصوت عالي ما انا قلت لك انه مش راجل، هيكون ايه يعني غير كده؟ هو بيستهزأ بباي. هو باي هنا بيمسك اعصابه بالعافيه. هو بعد ما بيمشوا بنشوف ليه وهي واقفه. هو بتكون سمعت كل حاجه. هو بتكون مصدومه. هو بتقول يا لهوي بعد ده كله طلع مخصي في الاخر. هي خسرت الوسامه دي كلها. بس ثانيه واحده، هو انا مالي زعلانه ليه؟ وانا مالي اصلا؟ مخصي ولا مش مخصي دي حاجه ما تخصنيش. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول. لو عجبكم المسلسل وعايزين الجزء التاني اكتبوا لي في التعليقات، ولو عجبكم الملخص اعملوا اشتراك للقناه.